ده السبب الرئيسي ان احنا عملنا البودكاست ده، ان يعني حضرتك اكتر صديق لشين زي. التوقع السائد من خلال السوشيال ميديا ان الناس بتنجح بسرعه وان الناس بتعمل فلوس كتير. ما ينفعش ان انا احط نفسي في نفس ميزان حضرتك او نفس ميزان اي حد تاني. يعني ده النهارده السنتين 3 دول فيهم 15 شغلانه للجين زي. يعني هو في مفرمه جوه دماغه، لو فتح اي حاجه في السوشيال ميديا هيعرف يقدم على اي شغلانه. لو انا عندي بني ادم واحد بس في حياتي قادر انه يقول لي نصيحه من قلبه فبه وكفى. المشكله ان هو خايف يفشل، هو خايف يقول لك انه ما بيعرفش ده فيبدا يكذب. يعني نظريه الفستق اللي هو كان يعني طول عمره فستق بس بقى بيستاشيو فاشتريناه. دولت موهبه ولا دراسه؟ ما له وما عليه. الاي اي. كنت فاكر ان انا عايزك في شغل لما شفت كوبايه الشاي بلبن على مكتب موظف عندي. اليومين دول في دخان كتير وكفته قليل. انا حققت 18 مليون جنيه ب50 جنيه من العميل ده. حلقه جديده من بودكاست روشتة التسويق مع الدكتوره ربوب. مكانه وسط الكبار، واكتر حد بيخلي الشباب نسخه افضل من نفسهم، وللتوثيق هو صاحب المج. يا ترى مين اللي معانا النهارده؟ نسيبه يعرف بنفسه. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ دكتور اتشرفت بحضرتك، اخبار حضرتك من اول الاسم، اسم حضرتك؟ الله يكرمك. انا محمد يوسف، خريج حقوق انجليش دفعه 2006. آم، مش عارف هنبتدي في انهي جزء في الكارير، بس خلينا بدايه. من شوف انا الحدوته من سايباك اول. خالص لدرجه قلت لك قول اسمك، انا ممكن كنت اصلا اقول من اسمك هناك قوي. بس انا سايب من هناك قوي. اه البدايه. طيب، يعني خلينا نحكي من بعد التخرج. مش هقول فاصل من المرمطة والتعب، لأن أنا يعني شايف إن إحنا كلنا ربنا كرمنا كأسر. لا، كان في ليميت معين الحمد لله إحنا اتعلمنا وابتدينا بس ناخد يعني أولى خطوات الحياة واحدة واحدة. فشوية كورسات، اشتغلت موظف في شركة سياحة، بعدين ربنا كرم. آه، كنت موظف علاقات دولية في مستشفى، بعد كده في 6 أكتوبر، وبعدين فترة قصيرة جت شركة اتصالات فتحت في مصر، اتصالات نفسها 011، فطلبوا ناس فروحت فاشتغلت. ومنها بعد كده يعني ربنا كرمني تاني، انتقلت في مجال الترجمة، وده السبب اللي خلاني لحد النهاردة يمكن عندي شركة ترجمة بقالي 12 13 سنة. ما شاء الله. غير كده جزئية الكتابة ابتدت امتى؟ ابتدت يمكن بعد ما اتخرجت بثلاث أربع سنين. كانت هواية في البداية، وبعدين نصيحة صديق يعني ما انساهوش أبدا: ما تتعلمها وتدرسها واحدة واحدة، بقت مهنة واحدة واحدة، وصلنا النهاردة إن أنا قاعد مع حضرتك. بس ده باختصار انا شديد مش هسيبك تقتضي بالكلام يعني. النهارده لان انا لازم افهم أيوة تفاصيل الرحله. تمام. فاحنا مش يعني حضرتك قليل الكلام، وده شيء انا لاحظته. أنا رغاية على الفيس بس أو على السوشيال ميديا بس، يعني فعليا لا، ما انا هخليك تتكلم. هتعايني معايا معلش. لا لا خالص، ده انا مبسوطه. الله يكرمك. انا على السوشيال ميديا انا قاعده متابعه وكده، انا ببسط لما بدخل بروفايل والله. شرفنا يا دكتور والله. ساعات لما اكون يعني مخنوقه كده ولا حاجه ادخل وهو ناسيني يعتبر كبير، او احس لا ان الدنيا، لا ده انت في طاقه ايجابيه جميله قوي، معروف يا في دكتور، كلام الستات ما تحفيزي. يعني ما اعرفش دي تتشال في مونتاج ولا لا، بس يعني الستات ما بيكبروش يعني منطقيا. اه خلاص، لا لسه اوكي. انا فاهمه. على الستينات لسه ما بيكبروش، انا عارفه. حضرتك اكيد يعني واجهت مشاكل، آه وده السبب الرئيسي ان احنا بجد دورنا على ناس حقيقيه يجوا النهارده يقعدوا معانا، يقولوا للشباب هم حالات الضغط النفسي وحالات الاكتئاب وفقدان الشغف اللي بيقولوا عليه والاريافه، وانا بيروح 100 شركه. ده السبب الرئيسي ان احنا عملنا البودكاست ده. انا هفيده في مجال الكونتنت، وحضرتك هتقول حاجات اكيد بوينت كبيره هتفيده، بس لسه في حته كده هو نفسه يسمعها من ناس حقيقيه. هي وصلت، بس هو لما وصل ما كانش معاه معلقه دهب، وبالعكس عنده ابس اند داونز وعنده كل حاجه. فعايزه افهم جزء من الرحله وتكون في الاكتر موجهه ليهم عشان يفهموا ان يعني حضرتك اكتر صديق لشين زي. انت عارف انا الوحيده اللي بتخانق معاهم يعني. ف... فانا جايبه حد حبيبهم بقى يعني، وهم بيحبوه. يعني ما شاء الله ما شاء الله اجتمع عدد كبير. ربنا يوفق حضرتك ان هم بيحبوك بجد. يعني حضرتك ما بتحب، حضرتك متواضع وما بتحبش حد يشكر فيك، انا الله لاحظت كده يكرمك، لا كمان. والله العفو. ماشي. فعايزين بس نحكي. هو لو انا لسه في بدايه حياتي ومش عارف انا عايز ايه، لا ماركتنج بقى ولا سيلز ولا، ابدا منين؟ طب ازاي؟ طب بدات وما كملتش، هعمل ايه؟ يا ريت لو حضرتك تدينا رود ماب كده، حتى عن طريق اللي حضرتك مريت بيه. طيب يعني خلينا نقول بسم الله في الاول كده. بدايه التخرج وفتره العشرينات تحديدا، يعني التوقع السائد من خلال السوشيال ميديا ان الناس بتنجح بسرعه
وان الناس بتعمل فلوس كتير. بس هو الفكره، هل ده حقيقي اصلا ولا مش حقيقي؟ يعني حد يطلع يقول لك والله انا عملت واشتغلت وكسرت الدنيا. طب انت واحد وسط كام واحد؟ وحتى لو انت استثناء وانا عايز ابقى زيك كاستثناء، بس كل واحد فينا ليه ظروفه وليه احواله. يعني ما ينفعش ان انا احط نفسي في نفس ميزان حضرتك او نفس ميزان اي حد تاني، لان البعض مننا بيعول اسر، عنده التزامات، عنده ظروف، عنده احوال. في اللي قدر يحقق انجاز علشان خاطر يعني ظروفه سمحت ان هو يروح دلوقتي ويذاكر ويدرس، وفي اللي كان يعني ولي امره سهل له حاجه زي كده، وفي العكس، في اللي هو نفسه هو مسؤول عن ولي امره. فيعني هو المفروض ان هو يعني يشيل على كتافه والده ويشيل والدته ويشيل اخواته. في واحد المفروض ان هو كان ينجز شهاده كبيره جدا، او ان هو ياخد وظيفه كبيره جدا جدا، ولكن هو اضطر ان هو مثلا ما يروحش للمرحله دي علشان يضحي، لانه شاف ان اخواته محتاجين في الفتره دي ان هو يكون جنبهم او انه يساعد بشكل او باخر. فاللي بيحصل ايه بقى؟ ان الشخص ده بيطلع على السوشيال ميديا يشوف فلان انجز وفلان نجح وفلان نجح. فلما بنيجي نحط الكلام ده في كفتين ميزان، لا هو ده نجح وده كان متميز وده كان شاطر، طب انا فين من الكلام ده؟ لا، انت ظروفك ما خدمتكش. انت حط الامور في نصابها الصحيح، اوزن نفسك بميزان العقل وميزان ظروفك وميزان الصبر، ده اهم من اي حاجه. فكره الوصول هتوصل، يعني دي يقينا، لان يعني ان ليس للانسان الا ما سعى. واحده واحده انا بتحرك، ما جاتش النهارده هتيجي بكره، هتيجي بعده، توفقت النهارده وبعدين حدوته اولا واخيرا توفيق ربنا. لما اجي اقول لحضرتك والله انا النهارده عندي 100,000 متابع على السوشيال ميديا وده عنده مليون، في النهايه هو يعني انا احسب ده برضو رزق ربنا ساقه للواحد، اللي هو خلى عندك متابعين، في المتابعين سمعوكي. فعشان نكون صراحه، انت تكسبت من الموضوع ده بشكل او باخر عن طريق ايفنتات، كورسات، ايا ما يكن. فالوصول في الرحله دي بتاعت ربنا وتمام. لكن اللي عايزين نقوله ان في البدايه لما اوزن نفسي بميزان ظروفي واحوالي دلوقتي. هل انا مقصر ولا انا عامل اللي عليا؟ عامل اللي عليا بس ظروفي دي انا جايب اخري، خلاص ما ازعلش. يعني خلاصه الكلام، طالما انا عامل اللي عليا في الدنيا دي، ارجع ظهري بقى لورا كده واريح بقى. خلاص انا عامل اللي عليا، اللي باقي ده بتاع ربنا، يعني النتيجه بتاعت ربنا. في ناس بتبقى يعني بتسعى وبتجتهد وبيبقى عندها كم خبرات مهول وبيروح اعتى واكبر الشركات، ولكن لا يوفق في النهايه. ففي النهايه توفيق ربنا. في واحد يعني كده بص تلاقيها جت معاها يعني ظبطت ظبطه حلوه وربنا وفق. فاللي بيحصل حرق بنزين وحرق اعصاب يعني فوق المعتاد. يبقى جاز على اسنانه، طالع 20 سنه 21 سنه وشايف الناس مكسره الدنيا كورسات ومكسره الدنيا، ويقول لك انا اشتغلت في الشركه الفلانيه وساب الشركه الفلانيه راح العلانيه وانا حاسس ان انا لسه بعمل انترفيوهات ومحدش بيقبلني. طب ما واحده واحده. انت ضامن منين اصلا ان ظروفه بنجاحاته دي اساسا هي يعني حقيقيه ملموسه يعني بالنسبه لك؟ وليه بتوزن نفسك بميزان غيرك؟ ما انت لو خدت على كده دي مصيبه. انت هتقعد طول عمرك توزن نفسك بموازين غيرك. يعني والله فلان اشتغل في شركه كبيره، انا كمان وفقت واشتغلت في شركه كبيره، دي حاجه كويسه جدا. لكن تعال نبص قدام شويه، ما هو اللي اشتغل في شركه كبيره ده ما هو جاب عربيه. لا والله اصل انا عربيتي مش قد كده. طب ما انا ما هو انا شقيت اقل. طب ده انا تعبان والله، هو انا زيه تعبان. فابتدي اخش في دايره مقارنات. ما فلان اتجوز واتجوز، يعني خلينا احنا نتكلم جين زي يعني، اتجوز وكان مرتبط وبتاع وربنا وفقه واتجوز اللي كان وانا لما رحت لابوها حصل لي مش عارف ايه، وكان عايز حلويات غربيه لا جت شرقيه وقفل لي والدنيا باظت وما توفقتش في جوازتي. فتبص تلاقي هخش في دايره مقارنات طول عمري انا مش هطلع منها. فخلاصة الحدوته شيء من الصبر، والارزاق على الله في الاخر. النتيجه دي بتاعت ربنا، بس ما جاتش النهارده تيجي بكره تيجي بعده. طالما انا عامل اللي عليا، يا رب انت عالم، يا رب انت شايف، بعد كده انا مش هقدر اعمل حاجه تانية. في نهايه الامر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس يا دكتور. حلوة بس يا دكتور، دي أنا بس يا ساكتة، دكتور لا أنت الله خليتني سرحت الله في يكرمك. الكلام، إيه الكلام الجميل ده؟ الله يكرمك يا دكتور. طب هنقول حضرتك بتتكلم في جزء المقارنات. ماشي. إحنا لحد دلوقتي في سننا ده بنشوف السوشيال ميديا بتعمل فينا إحنا إيه، فما بالك بيهم. حقيقي. يعني إحنا في مجالنا وهم معذورين. والله معذورين. ناس يعني هم بينتقدوا اشد انتقاد، لكن انا وجهه نظري أنا أول مرة أقول معذورين عشان حضرتك يعني والله تخيل. يا نهار ابيض. لا يعني انا هقول لحضرتك، يعني انا جيل الثمانينات وشايف يا فندم نفس النادي يعني. انا شايف ان بس عشان تاثير السوشيال ميديا هم موجودين، يعني هم تحت الاضواء، لكن احنا كنا بننتقد من الاجيال اللي فاتت. يعني انا مثلا والدي كان موظف حكومه واغلب اولياء امورنا كانوا موظفين حكومه. فبالتالي بالنسبه لهم العيل اللي لسه متخرج اللي يا دوبك هيلا قعد في الشركه سنتين ثلاثه ده بيستهبل. يعني هو ليه؟ لانه هو افنى عمره في وظيفه واحده. فبالتالي انت لما تطلع تبص تلاقي نفسك
سنتين 3 يعني. ده النهارده السنتين 3 دول فيهم 15 شغلانه للجين زي يعني. بس بيشتغلوا كل خلينا حاجة. نقول لا ده انت بتستهبل. طب ما تقعد لي سنتين 3 انت بتهرج. ايه التهريج ده؟ بس انا ما فيش اضواء عليا في السوشيال ميديا. انا اقصى نطاق الاضواء بالنسبه لي كانت ايه يعني ده بيقارن بابن خالته او بنت خالته. ونقعد في قعدة كده، بصي بنت بالظبط. خالتي جابت كام في بنعير بين بس. القبائل بالظبط كده. هم معذورين في الحته دي. نقد رهيب جدا جدا مننا بامانه الله، من الاجيال اللي بعد والتسعينات كمان، تمانينات التسعينات احنا ماسكينهم يعني، حاطينهم في الغساله. لكن احنا برضو في الوقت ده كنا بننتقد ليه ما طلعش احمد زكي وعمل حلقه كابوريا والناس قلدت، وكان في موضه بناطيل رجل الفيل وموضه الشارلستون وتم انتقاد جيل الثمانينات والتسعينات. معلقة و... الكابوريا ولما دلوقتي هم طلعوا خطوه، او لما طلعنا خطوه مع جين زي، بقينا ننتقد بنفس اللي احنا كنا بننتقد عشان. بس ده ما اتجوزش، ده مش عارف يفتح بيت، ده مش عارف ايه، ده بيهرج، ده لحد دلوقتي ما اتجوزش. هو ظروفه غير ظروفي. انا النهارده لما عشان خاطر كنت بطلع، وارد ان انا الاقي وظيفه حكوميه، وارد ان انا اقعد في وظيفه سنتين 3. هو ما عندوش الرفاهيه دي النهارده. هو فين رفاهيته ان هو يقعد في شغلانه 6 شهور والدنيا بتغلى عليه كل ربع ساعه؟ ده حقيقي. طيب، واجي اقول له اصل انت وفين الشركة اتأخرت. اللي هتشيل راتبه على ظروف حياته؟ ولو شالت والشركة النهارده لسه راتب، بتعافر. بس الشركه بتعافر، لو شالت النهارده الراتب بتاعه اخر السنه، هو التزاماته الماديه مطحونه. مش مكفيه راتب. في حين ان انا اول ما اتعينت كنت شغال ب 350 جنيه، وجي بس والدي بعد كده يا ابني ما. وبعدين فكره كمان نشوف لك عروسه والكلام، يعني اجتماعيا كانت برضو البيوت عارفه بعضها والدنيا متيسره، لكن هو في مفرمه جوه دماغه. فاجي النهارده يعني اجي انتقده واقول له اصل انت مقصر، واصل انت وحش، واصل انت وحش. طب ما انا كنت في سنه، انا برضو كان بيتقال عليا وحش. بس الفكره ان انا، خليني ابقى كويسة معاهم. والله فعلا، بس الفكره من احنا قلبي. ما كانش مسلط علينا الاضواء بشكل كبير، لكن هم 24 ساعه تحت الميكروسكوب. هو وقت ما بيفتح بيلاقي، او لو كتب جين زي هيلاقي كم انتقاد رهيب في كل حته. الناس فعلا بتجلده. انا واحدة من الناس. بس يعني انا غصب عني لان انا بتعامل معاهم في الشركات، فبشوف يعني هو بيجي الشغل مش كوميتمنت. اغلبهم لو قلنا 30 40% كويسين، لا الباقي بيتعبنا جدا. يتدرب، عايز عدد ساعات عمل. انا ليا لايف بالانس. طب يا سيدي، انت ليك وانا ليا. انا مش هاخدك عبد اسود. انا مش ده في مصلحتي. انت ليك بالانس وانا ليا بالانس. طب سلمني التاسك عشان اشوف طب البالانس. وازود على حضرتك حاجه كمان. هو دلوقتي انتروفيرت جدا، هو ما بيطلعش من البيت الا للشديد القوي، اه او هو انطوائي قوي بسبب قعده التليفون. فلما اجي النهارده الشركات تقول له تعالى انزل لي 5 ايام في الاسبوع، يقول لك لا ما انزلش. ده حقيقي، اشتغل من البيت. بالظبط، اشتغل من البيت. العالم كله بيشتغل من البيت، وماسكه التليفون بقعده التليفون خليته انطوائي بزياده، فالشركات بتنتقده. ولكن هو سيكولوجيته هو نفسها اختلفت، هو دماغه دي اتغيرت. عايز يقعد لركن هادي ماسك موبايله. خلاص. ولو مديره جه يتناقش ما يحبش كلمنيش الميتنجز. يكره كلمنيش. الميتنجز جدا. بالظبط. طول الميتنج تلاقيه ساكت كده اول ما الميتنج يخلص يبقى يقوم يجري. احنا بالظبط. كنا بنضطر نسمع مديرنا ال6 ايام. لا كنا مين بنطبق في هيجي؟ الشغل وبنبات في الشغل وكل حاجه، هو ما عندوش القدره دي. والاصل لو انا فاتح شركه وطالب العينه دي من مش هتلاقيها الشباب، في جينزي. حتى جنسي. وبعدين هو حتى ده مش ادمي. يعني انا ببدا دلوقتي ابتديت افهم اكتر برضو. اللي كان بيتعمل فينا زمان كان مش ادم. لا كنت صعب. انا كنت بنقعد لونش. لو هنشتغل مثلا في فودافون او حاجه لونش ممكن نبات كلنا. شيل يا باشا شيفتات يا باشا ونطبق ومفيش في الزمن نوم الهندسه والله. لا احنا منزلين بحاجه جديده تقعدي. بنفتح في مول العرب مثلا لاديداس. كنت انزل اقف على باب الفرع لما 12 ساعه عشان انا مضطره. لاني هو ده انا اللي هسلمهم الريبورت ازاي. لان برضو ما كانش فيه رفاهيه ان انا انتقل لشركه تانية. هو انا النهارده في المكان الفلاني، طب انا ابسط حاجه، انا النهارده هو لو فتح اي حاجه في السوشيال ميديا هيعرف يقدم على اي شغلانه. انا عشان اقدم على اي شغلانه كانت صعبه جدا. كان لازم اطلع على ارض الاهرام المعارض في ايام. ونفتحها وندور في الاعلانات تحت جورنان التوصيفيه. الوسيط يا فندم. اه جورنان الوسيط. فاكر الوسيط اه طبعا. وبعدين لازم اروح ارض المعارض في ايام التوظيف فير نجري اه نحط السي في هنا وهنا وهنا. تطبعي 60 70 سي في. اه فانا بالنسبه لي عشان اسيب شغلي دي مصيبه سوداء. يعني انا هعاني عشان اوصل لشغلانه تانية. لكن هو عارف انه هيعرف يتحرك هنا وهنا، وعارف ان في فريلانس، وعارف ان في تفاصيل كتير يعني. فريلانس غيرت المضمون. ده حقيقي. طب امتى عرفنا ان writing is your super power؟ انا حتى عماله اقراها كده، هحاول اقراها تاني عشان اديها لك. امتى عرفنا حضرتك؟ امتى وصلت لدي تشتغل بيها؟ يعني امتى وصلت لها؟ بالتجربه يعني، علشان السوبر باور هي الميزه. وعشان تعرفي انك مميزه في ايه، في الغالب محتاجه تجربي 5 6 7 8 9 10 حاجات.
ولو اقول لك ان انا كنت متخرج عارف انا رايح فين ابقى انا راجل كداب يعني بامانه والله. لكن زي اي حد طالع انا بخبط ومش بس في العشرينات، انا يمكن خدت لحد اوائل الثلاثينات عندي الهزه بتاعت هو انا كويس ولا وحش. فالعشرينات عدت ودخلنا في الثلاثينات وانا برضو لسه ايه بتمرجح مش ثابت. لكن تجربي مثلا سيلز والله انا كويس بس مش شاري. تجربي والله ماركتينج مش احسن. كول سنتر تفضلي تجربي جرافيك ديزاين تجربي لحد لما في نهاية الامر تلاقي ان انت الحاجة الوحيدة اللي مكملة معايا الكتابة، ولما بكتب الناس بتسمع لي. فاكيد انا قد اكون مميز بشكل او باخر يعني. وصدقا في الجزئية دي يعني ونعم الصاحب الناصح. واللي انا بقوله برضه في حتة تانية ان انا لو انا عندي بني ادم واحد بس في حياتي قادر انه يقول لي نصيحة من قلبه فبه وكفى، مش عايز حد تاني من الدنيا غيره. فجه صديق عزيز يعني الله يمسيه بألف خير قال لي يا ابني انت بتكتب كويس ما تتعلمها. فانا اتعلمها ليه؟ قال لي بس اتعلمها وادرسها وجرب. اتعلمت درست كورسات لقيت الموضوع كويس وتلاقي بالفطرة هو ده اللي انا بعمله اصلا. فتمام طب ندور على شغل ربنا كرم وابتديت اشتغل. فنصيحة بني ادم بعد فترة من التجارب وانا كمان كنت وصلت لقناعة ان دي حاجة من الحاجات اللي انا بعرف اعملها. فخلاص تمام مكملين كتاب. وحسيت ان هو ده بقى خلاص الشغف بتاعي انا لقيته، وابتديت استقر، بس نقول على الثلاثينات. اه يعني اه هو نورمال مثلا، نورمال ان هو يبقى مالتي تاسك في كل حاجه، ياخد هنا وياخد هنا، ومالتي تاسك هنا وهنا وهنا، ده نورمال. تمام لان هم الاول صحيح. بيخافوا جدا ان اي مكان يروحوه يخليه يعمل كل التاسكات دي، فيبقى اللي قدامه بيستغله. هقول لحضرتك هو المشكلة في ايه؟ المشكلة ان هو خايف يفشل. يعني هو عنده دلوقتي حتى الاجيال بتاعت دلوقتي هي تالنتد في خمس ست سبع حاجات، هو شاطر شاطر ده. وعارف ان هو متمكن في كذا حاجة بس هو تايه. والتوهان ده بيخليه يجرب، بس وهو بيجرب بيبقى يعني ايه يقدم رجل واخر رجل. لو انا خايف افشل يعني خايف اتحرك افشل. دي المشكلة. بس هو لازم يفشل لان الفشل هو شيء صحي في التجارب بشكل عام. لان في النهايه انا يعني دي باظت مني خلاص ما تنفعنيش، او لو باظت وانا ما نفعتنيش انا اتعلمت ايه اللي هينفعني. فهو بيبقى دايما متخوف بقى يقعد اجرب دي لا اجرب دي، فبيبقى دايما عارفه بيحسس على التجربه ماشي كده بخطوات اللي هو لا دي شويه لا خش ودوس وجرب في دي ودي هتقع مره واثنين وثلاثه ودي هتبوظ ودي مش هتنفع ودي يعني هتطلع عينك شويتين ثلاثه، لكن في النهايه هتصل الى الحاجه اللي انت بتعرف تعملها. يعني حته لازم افشل دي انا سمعتها كده ايه، يعني صحيه ايجابيه صحيه، مش لكن هو بيحس ان ده النهايه، مش متقبل مش متقبل هي دي النهايه. وبيروح بقى الشركه اللي بعدها، او بيروح مثلا مكان تاني، او بيروح يتعامل مع حد جديد، بيبدا يبني فيك ايمج. ايمج، اه يعني حاجه مش حقيقيه. انا انا دايما عملت، ناجح. دي سببها هي. يعني انا بستغرب لما بيقعدوا في الانترفيو، او بنقابلهم او نديهم السكسس ستوري في حاجه مثلا اشتغل عليها، حرفيا لو حرك الحجر من مكانه هو كده كويس في التاسك اللي هو واخده. فانت عملته قبل كده؟ يسكت. طب انت ده وصلنا ليه يعني طب ليه ما قلتش ان انت اول مره تعمله؟ هو خايف يقول لك انه ما بيعرفش ده، فيبدا يكذب. يعني يحط تلاقي السي في بتاعه تملاه، ده سي في مليان، تقعد بقى معاه وتدي التاسك ده سببه ايه؟ انا مش عارفه، هل السوشيال ميديا برضو ولا هم؟ عشان بص هندخل لا بقى ما في اقدرش اقول هم يعني عشان ما بص تخشش بص في خناقتهم. عادي جين يعني زي. لا خالص انا يعني معايا ناس يعني انا معايا ناس 18 سنه و19 سنه موظفين على فكره مش. وبس الفكره ان هو ايه يعني جت البنوته كده اسمها مريم بعتت لي على الانستجرام انا لا أنا من الاخر كده على الابيض انا لا سي في ولا اي حاجه بس انا اشتغلت في واحد واثنين وثلاثه وتمام. طب انت متصالحه مع نفسك بتعرف تعملي كذا؟ اه بتعرفي كذا؟ لا طيب نجرب جربنا لا اشتغلت. فواحد اشتغل معنى كده ان العينه دي في ناس كتيره بتشتغل كويس. لكن فكره الصادق والغير صادق هو واخدها مدرسه. هو واخدها مدرسه مش يعني. وشايفها بتنجح ونتيجتها قصر. ومع كامل الاحترام ده مش جين زي بس، هو في ناس
كبيرة في السن بتحاول انها ترتقي بالمقام، يعني مش عايز اقول حاجة تانية، لكن هي اوفر اول لان السوشيال صدرت القصة ديت. هو حاسس ان انا اتاخرت. ايه بالظبط ده كده. البيرسونال براندنج بيجري مني، طب ما اقول اي بالظبط. حاجه على فانا السوشيال فانا ميديا. معاكم في البيرسونال براند يعني. خدوني معاكم. بالظبط. طيب الكتابه بالنسبه لحضرتك هنقول موهبه وتحولت لدراسه، ولا ممكن انا واحد ما بعرفش اكتب خالص، هدرس وهتست وهجرب وابدا، بس انا ما بعرفش اكتب. يعني انا هقول لك مثال على رباب محمد، انا ما تمام. بعرفش اكتب خالص، ده تمام. حقيقي تماما. خلق ايديا ان اكتب كلمتين دي مش بتاعتي. ايفن لو انا بعمل بلان لشركه ولا استراتيجي مش انا اللي بكتبها، انا بديها لشخص وهو اللي يقعد يمبلمنت الكتابه دي. واكره ما عندي ان اقعد اكتب لي وورد، او ده مش بتاعتي. هو مالي حد اقعد اكتب لي، خلقي بيضيق. فمثلا واحده زيي بس سن صغير بقى، حد هو ما عندوش الموهبه، هو سنه صغير، شاب صغير وما عندوش ده، وبيسمع كلمه كونتنت كرييتور، انت بتاخد فلوس كتير، الدنيا كويسه، ده دولار في بالدولار، حاجات بتلمع كده يعني. حاجات بتلمع من بعيد. ده بص انا بعمل ريلز. تديله سيلز تحس ان هو جز على اسنانه ما اشتغلهاش، لا بس لا اه بس تديله ايه ده، سينيور ديجيتال هاخدك ماركتنج في الجزء اكسبيرت ده. في حلوه دي وتجيبه اشتغل. سيلز، هو سيلز استاذ والله، اقعد قدامه تتعلم منه ويبيع لا، انا ما اشتغلش سيلز ابدا. بصي يا دكتوره صعب، فيلاقيني انا في سني ده وانا قاعده بقى مع ناس بنعمل كونسلتيشن، انا اوريدي بعمل سيلز بروسس، فاقول له يا ابني ما انا ببيع اهو. يعني نظريه الفستق اللي هو كان يعني طول عمره فستق بس بقى بيستاشيو فاشتريناه، بس طبعا هو كان موجود يا جدعان انت مش بالظبط، انا عملت لك الايمج والاسم وبتاع. طيب دولت موهبه ال... ولا دراسه؟ لا دراسه. يعني دراسه. الموهبه البعض موهوب، ولكن كل حاجه في الدنيا فيها مدرسه الموهوب ومدرسه المجتهد. موهوب بدون يعني اثقال للامر بشيء من الدراسه، لا يبقى انت كده بتهزر، مش هتتقن حاجه. الموهبة لوحدها لا تكفي. شاطر ومش بس كتابة، يعني الفنون الإبداعية بشكل عام. شاطر في الفوتوغرافيا بس لو ما عرفتش أساسيات التصوير، ما اتعلمتهاش، ما اتقنتهاش، عمرك ما هتبقى مصور يبقى ناجح. واخدها بالفهلوه. معتمد على إن هو موهوب فشاطر، أو إن الموهبة دي حلوة. دي نقطة. النقطة التانية، هل الدراسة تكفي في يعني هو تغني عن الموهبة في الكتابة؟ تغني عن الكتابة، لأن الكتابة أنواع كتيرة جدا جدا جدا. فبالتالي الدراسة تكفي، تكفي جدا. وانا مع مدرسه ان يجي لي واحد بيذاكر وبيجتهد وبيشتغل على نفسه احسن بكتير جدا جدا من موهوب ولكن هو مش عايز يتطور، لان في النهايه اللي بيجتهد ده هيعرف ان في ابديت، في نازل جديد في مجاله، فهيبتدي ان هو يركز علشان يتعلمه. لكن الموهوب هو مكتفي بامكانياته ومهاراته فقط لا غير، التي قد تندثر بسبب الاي اي بين عشيه وضحاها. يعني ممكن تلاقيه كده شكرا اه روح. حضرتك اللي قلت الاي اي، ندخل شكرا. في سؤال الاي اي، انا كنت يلا. مأجلاه طيب. شويه. طيب. ما له وما عليه الاي اي في المجال بتاع حضرتك؟ احنا بندي بلان مثلا لكلاينت، دي مشكلتين بقى بيواجهونا، البي تو بي، لو انا بزنس تو بزنس بديله بلان، دكتوره البلان دي كلها معموله اي اي، انا واثق، فانا شغال عندي تيم ماركتنج ريسيرش عشان يطلع الانفو. مثلا بنتكلم في ديزيزز، فدخلت وقعدت مع دكتور وحكى لي ستوري تيلينج القصه، خدتها منه امبلمنتيشن، اديتها للكونتنت كريتور سينيور وراجعها جونيور في اوبريشن. الناس دي تعبت، في تمام. الاخر الاقيه باعت لي فويس وانتت كده دقيقتين، والله يا جماعه الموضوع ده يتعمل بالاي اي في اقل من 5 دقايق، انا مش شايف اي مجهود مبذول. انتوا دخلتوا سالتوه فوداكوا بلان، العميل نفسه بقى بيقول كده. تعالى بقى عند الكونتنت كريتور، يجي لي 2 في التيم، واحد عشان يديني بلان قعد 10 ايام مطحون، بيصحى الصبح ويشتغل ويديك بلان يعني تحب تقراها. حد تاني في يومين، اقل من يومين، يوم يكون مسلمني 20 بوست السوشيال ميديا لفيسبوك مثلا او انستجرام. انا تعبت، انا دارسها، انا امسكها، انا مش امتى بميز ايه الصح من الغلط؟ انا بقى ككونسيومر او ككاستمر في الفاينل ببص على بلان بين حد بالاي اي، او ولو الاي اي كويس وحضرتك شايف ان لا، طب وانتي اللي مزعلك ما يستخدم الاي اي مثلا، ما هو يستخدمه غير يستخدمه، المهم تطلع الريزلت. وده راي بعض الناس اللي كانت بتجيلنا ضيوف هنا. فوجهة نظر حضرتك في قصة الاي اي دي؟ والله هي تولز، اي تول يعني. هي فكره الاي اي هي كويسه جدا، مفيده جدا كمان، مش كويسه بس، هي مفيده جدا. لكن هو الفكره وانا كده كده هستخدمها في اي شغلانه هستخدمها، ولكن الفكره الى اي مدى هذا الاستخدام ده. لو انا راجل متقن شغلي في البدايه، فيعني بشكل منطقي اقدر ان انا اوجه الاي اي بالشكل اللي اطوعه بيه علشان احقق النتائج اللي انا عايزها بشكل سريع. بس لو انا في البدايه غير متقن لشغلي، مش عارف يعني، مثلا لو انا بتكلم في مجالي، عايز انواع معينه من العناوين، عايز انواع معينه من الرسائل الختاميه اللي هي الكول تو اكشنز، عايز
حاجه فور موتيفيشنال كونتنت او انسبيريشنال كونتنت، حاجه محفزه. طب انا لو انا مش شاطر في شغلانتي، انا هحكم على الكلام الاوتبوت اللي طالع ده، هحكم عليه ازاي صح ولا غلط؟ يعني انا شغلي دلوقتي مع اوبن اي اي نفسها، دوري في اوبن اي اي نفسها ان انا احكم على العربي اللي طالع بالاي اي ده بشري فعلا، ولا يعني روبوتك الى اي درجه. يعني كمل ودي بقى حاجات نقعد نحلل ونقيس والكلام ده كله. كذلك الامر، يعني شغلي حاليا مع امازون، شغلي مع يوتيوب بنفس القصه. الكونتنت اللي طالع، طب انا هحكم على الكونتنت ده ازاي لو انا عمري ما كتبته قبل كده؟ الله. فهي دي الفكره. لو انا راجل مش متقن النهارده الهيدلاينز مثلا، العناوين، طب العنوان ده يخص اعلانات، طب الاعلانات دي احنا محتاجين فيها ايه؟ طب المفروض نعمل حاجه اسمها اكسلريشن، يعني ننجز شويه في الحته بتاعه المبيعات. فانا محتاج عوامل معينه في الهيدلاين في العنوان، زي ان يكون في ارقام، والارقام دي تبقى فرديه، وليله كبيره. فبصيت انا هحكم على الكلام ده ازاي في الاوتبوت او في الناتج بتاع الاي اي لو انا مش دارس مش فاهم؟ فخلاصه القول الاي اي تحفه رائع، بس بشرط ان انا اكون فاهم الاوتبوت اللي طالع ده ايه. بالنسبه للعميل بقى، الجزء بتاع العميل في الاي اي، هو لما بيسمع كلمه اي اي بيتوتر، بيقول لك انا كنت عملتها بايدي، انا كنت كتبته وعملتها بايدي، انا كنت نزلت الديزاين بايدي، كنت كتبت بلاني بايدي. فطبعا طيب. هو بيبقى عميل تقيل مع حضرتك، وحد المفروض هو صاحب مجموعه، او يعني مش مثلا حد هتقول له ايه ماشي روح اعملها، مش هتعرف ترد عليه اي اساسا اي رد. هشرح لحضرتك اه الحاجات دي بتيجي احيانا يعني. آه، هنا انا ما اقدرش انتقد العميل، لان مش هنقول يعني مقولة الدكتور ايهاب مسلم العميل دايما على حق. انا ما بقولهاش. بس يعني والله مع كامل احترامنا يعني انا دكتور ايهاب بنتخانق على طول، اه اعمل لي بان على هيئه الشركات. والله العظيم اساله قول له رباب، بس هتلاقيه عامل لي بان. والله لا والله مش فكرة العميل دايما على حق، بس الفكرة ان العميل يعني هو حقه عليا ان انا اوضح له، يعني مش بس اوضح له فكرة ان انا مستخدم، ممكن اكون مستخدم الاي اي، بس انا عايز افهمه انا ليه عملت ده ومدى اهميته. هو مشكلته في ايه؟ يعني عايز احدد مع حضرتك ان مشكلة هو مثلا العميل. بيدفع مبلغ كونسلتيشن بالنسبه بالظبط. له كبير. فهو بالنسبة لي في اه مجهود لم يبذل، وبالتالي مفيش نتائج. انتوا عملتوها في 5 دقايق، طب ما في بالظبط. نتائج. فاحنا محتاجين نقعد اه نتكلم في القصة دي. بالظبط. هو محتاج يعني يعرف يتعلم، ومفيش مانع ابدا ولا يوجد ما يعيب ان انا اقعد اعلم العميل بتاعي. عارفه حضرتك نفس الفكره بتاعت، لو يعني مع كامل الاحترام وفارق التشبيه، يعني انت قاعده في مطعم وطلبتي بيتزا مثلا، المفروض تجيلك سخنه وبتاع، بعدين لقيتيها جات لك بعديها ب5 دقايق، فانت شكيتي اللي هو هي كانت عندكم بايته يا عم، وانتم مطلعينها سخنتها في مسخنينها، ولا انتم الميكروويف ما مثلا. هنا فكره الانتقاد بس. فكره بقى ان لا ده احنا عندنا الشك. صنايعي شاطر واتعمل واتسوت وشوفي حضرتك ودوقي فكره النولج، او فكره ان انا اقعد اعلم عميلي انا عملت كده ليه، دي مطلوبه احيانا. ميتنج وبتاع، تعالى بص ده اتعمل عشان كذا، وده كذا وكذا، وده في النهايه بيؤدي الى نتائج عامله كذا وبتاع. لازم يشوف المجهود اللي بذل. طب هو انا شرحت له مثلا، هدي حضرتك اوكي. مثال اكتر او تمام. اوضح. العميل وصل لمرحله من الاحساس ان هو education، يعني ويل educated في تمام. السوشيال ميديا، كويس. من كتر ما بيشوف ريلز لناس هي بتقول كلام مش حقيقي. يعني انا بشوفه ما بطبقوش على ارض الواقع وشبه مستحيل. الفيديوز اللي بتقابل حضرتك بهوك حلو كده، انت ب 3000 جنيه مش عارفه ايه انت تعمل، اللي هو اساسا ده بوست ترويجي، ولو كان صاحبه حد جامد كده كان بقى معاه الشركات الكبيره دي. مع احترامي المقصود يعني، في ناس بتطلع بفيديوز قصيره سريعه، هو بياخد الهوك، بس العميل نفسه واخد الهوك هو مش عارف الموضوع. فليه يقول لي على فكره انا اقدر اعمل كل ده فور فري باشتراك، مش عارفه يجيب لك 4 5 اسماء بقى جيميناي مش عارفه ايه، واشترك واعمل كل دوت وانا قاعد واعمله ويبدا لا يبدا كمان مهما تقول له يجادلك. لا ماشي اوكي، يعني فيل فري، يعني انا ما عنديش مشكله، ايوه كده، يعني هي انا كده الفكره. ده الرد اللي انا مستنيه، اشكرك. سؤال لا خالص والله، يعني انا في النهايه يعني برضو فكره فيل فري مش اللي هو طب اتكل مع السلامه. ايوه يعني. فيل فري، انا حريص على مصلحتك، لو انت شايف ان ده هيدي لك نتائج احسن من اللي انا بقدمها، مصلحتك ابدا. انا ما عرضتش حاجه زي كده وانت ووقتي هتجرب وهترجع مش شرط يعني. ترجع، لكن خلينا نكون برضو بنتكلم بشكل منطقي. لو انت دي وجهة نظرك في شغلي، فانا وقتي انا اولى بيه، وفي نفس الوقت انت حقك ان انت تستفيد لو التولز هتقدر تستخدمها وهتفيدك، وانا وقتي اقدر ان انا اخصصه لعميل تاني. يعني دي حاجه لا دي تزعل ولا دي تزعل، ولكن حق العميل عليا ان انا اقعد واعلمه واعرفه ده اتعمل ليه. مفيش اي مشكله خالص، ده جزء من السيرفيس اللي انا بقدمها. انت لازم تعرف انا عملت ده ليه، لان انت حقك تعرف، ولان انا في النهايه حريص على ان انا اقدم لك الافاده بالشكل الفلاني.
وحتى لو ما قدمتهاش بالاي اي، انا ممكن اقدم بلان عاديه جدا هو يعترض عليها ويحس انها لا مش كويسه وان هو يقفل شغل معايا. مفيش اي مشاكل خالص يعني. في طالما احنا يعني on ethical background، يعني في حاجه احنا متفقين بنتعامل باحترام. اتفقنا في الشغل، اتفقنا اختلفنا وارد نختلف، لكن لا تضرني في وقتي. لا ولا تضرني ماديا ولا انا اضرك مهنيا. بس في نهاية الأمر أنا هطلع أقول إن أنا كان ليا تجربة مع الشركة الفلانية، لم تنتهي بالنجاح، ولكن كانت علاقة محترمة جدا جدا. هو نفس القصة يعني، أقول الراجل ده اشتغل معايا ما أذانيش. حلو جدا. طب اشمعنى بقى مج شاي بلبن؟ اشمعنى مش يعني نسكافيه ولا قهوة؟ السؤال ده مؤرقني فعلا. والله. أصل هو مش، هو الشاي لما ما بتشربش في مج مبدئيا. بس هي فكرة والله هو القناعة ما بين الشباب على القهوة، لو احنا بنتكلم في الكونتنت رايتنج أو كتابة المحتوى عموما، فهي المتعارف عليه ان قعدات القهوه او قعدات الكافيهات هي القعده اللي احنا فيها بنتكلم باستفاضه وبراحتنا. فبننم شويه، بنهزر شويه، الكلام كله دايما طالع من القلب، مش محسوب لا هو بيزنس ولا هو محسوب كلام كده محفلط زي ما بنقول. دي حاجه. والمتعارف عليه ان اكتر حد بيطلب شاي بلبن هو ده يعني انا عارف ان هي مسار اكتر حد سفريه. طيب. مش طيب ده بقى يعني بيستلموه بقى، ايه يا عم جاي تطلب الرضا النهارده على القهوه وبتاع، فنلاقي يعني. بس في الاوفر اول لا هو العميق بتاع القهوه ولا هو إيه صاحب كيف زي بتاع الشاي، حاجه احنا مش فاهمينها معانا. وفي الغالب بيبقى استثنائي شويه، لان مفيش اتنين تلاته في قعده القهوه بيطلبوا شاي بلبن. هو واحد. يعني ده لو اتنين كتر خير الدنيا، لكن اعتقد الشباب ممكن يكونوا عارفين حاجه زي كده. حتى يعني البنات والسيدات مع كامل احترامي لو قعدوا في كافيه، بس يعني حاجه كده يعني لكجري كافيه، يعني مش هيطلبوا شاي بلبن يعني. دلوقتي انا بتطلب حاجات تانية يعني بالظبط. قهوة. ولو ان انا عرفت مؤخرا ان هو تقريبا هو شاي لاتيه، هو شاي بلبن في الكافيهات الكبيره بس. يعني غيروا الاسم بس عشان بس الاحراج يعني. يعني بس اوفر اول هي فكره مج شاي بلبن هي ناتجه من ان انت محتاجه كلمه مميزه آه، تبقى زي هاشتاج لكتاباتك بشكل مستمر، وفي نفس الوقت تتعلق مع الناس والناس تتقبلها وتحس ان انت يعني كائن ما فيش منه ضرر بالنسبه لهم في فكره هو انا تلقي ده عشان المعلومه. انا واثقة منه انا قاعدة مع حضرتك دلوقتي، لا حضرتك فعلا الله مفيش يكرمك. منك يعني ف... ما شاء الله عليك هادي الله يكرمك يا دكتور. وبعدين انا يعني الموضوع ارتبط بالبيرسونال براند في حته ايه. انا بقى في ناس بتكلمني بعد كده تقول لي انا كنت فاكر ان انا عايزك في شغل لما شفت كوبايه الشاي بلبن على مكتب موظف عندي، فكلمتك علشان خاطر في شغلانه عايزين نعمل. طب يا سلام تعال. اذا الشاي بلبن جاب نتيجة طب خلاص خير. بس هي على قد ما هي هاشتاج، بس برشق بقى في ايه، في ان انت كل ما تروحي ميتنج انت بقيتي مميزه فيجيبوا لك شاي بلبن. يا جماعه انا يعني يا مش جماعة ما الدرجات. تشربوش، يا جماعة انا هشرب قهوة والله. اه بالظبط كده. بس اوفر اول هي تعتبر ككلمه مميزه علشان تقدري ان انت تصدري بيها معلومه، وفي نفس الوقت تبقى ريماركابل الناس تفتكرها. ايوه انا بتابعك، انا ممكن ما اشوفش الاكونت يعني اتابع، في ناس مش يجي عارفه لي اسمك بس بوست اللي هو اتصل حضرتك والله، يجي لي بوست ابص على كلمه يجي لي مج شاي بلبن اه كده وفي بعض خلاص. الاحيان خلاص بقيتي عارفه ان الهاشتاج ده يعني هو ايجابي نوعا ما بالنسبه لك. بس في نفس الوقت ممكن حد يقابلك في ايفنت او ينزل يقابلك مثلا تلاقي بيحس الشاي بلبن فاهم، عادي جدا مش مشكله خالص. أو تتقبليها هو مش فاكرك، بس هو فاكر ان انت بتكتبي حاجه تحت الهاشتاج ده. بس هو كده انا حاجه نجحت يعني، كده انا شايفه دي قصه نجاح هي فما طالما مقبوله بالناس اتضايقش. فالحمد لله يعني. طيب، اول حاجه كتبتها وجابت معاك بومينج بقى البدايه، ايه ككونتنت الحاجه؟ ولا ككونتنت ولا كشغل، دي حاجه البدايه دي حاجه بدات ازاي والناس عرفت حضرتك ازاي؟ خلينا نتكلم بدايه بيرسونال براند من ناحيه البيرسونال براند مش من الناحيه المهنيه. هي مفيش مشكله، طيب دي ودي انا طماعه، انا قاعده اسمع. طيب في ناحيه البيرسونال براند عشان يمكن دي بتهم الناس بشكل كبير. انا خدت سنتين ونص بكتب. هم خمسه اللي بيعملوا لي لايك والله يعني كان كتر خيرهم يعني. فسنتين ونص. ياه. فدي كانت حاجة لذيذة جدًا بالنسبة لي يعني، وكنت مبسوط بيهم جدًا. بعدين فجأة بقوا 10، 12، 50 وبعدين فضلنا على ال50 خلال السنتين ونص دول يعني. 50 ده كان رقم بقى، كنت مبسوط جدًا يعني 10، 12 لحد 50 دي كانت حاجة رائعة بالنسبة لي. كان في تزامن وأنا أحسب ده من مقدرات ربنا، يعني حتة الpersonal brand في ناس بتجتهد ولكن هو القبول وكرم ربنا هو رقم 1 فيها، يعني مع كامل الاحترام لكل واحد مجتهد ده حقيقي. وكلنا بنجتهد، بس أنا شايف إن يعني توفيق ربنا قبل كل حاجة. طبعا طبعا. جيت 2020 2022 كان أنا فاكر كان بوست لمحمد صلاح وكان أول مرة ابتدي يكسر أرقامه بشكل كبير جدا في ليفربول. فكتبت بوست يعني اللي هو عادي، يعني كل يوم أنا بكتب وبحط هاشتاج مج شاي بلبن وهم الخمسة أصحابي يعني.
والفترة دي كنت طالع من كورونا وعديت سنتين، وكنت قررت ان انا هقفل شركتي، وجالي اوفر في قطر وكنت ماشي. وكان عندي انترفيو في الشركة بتاعت قطر وخلصته، وكان عندي سكند، ومش عارف ايه اللي حصل خلاني اجلته 24 ساعة. قلت لهم ايه تاني يوم بالليل نائم، ما كنتش قادر خلاص. بس نفسيا كنت في الارض، لان الدامجز خسائر كانت كبيرة جدا في السنتين، وكان في ناس كتيرة من التيم مشيوا. وانا عندي شركة ترجمة يعني، فكان الموضوع تقيل قوي في السنتين دول. لكن كان البوست ده اتحط، ونمت صحيت تفتح التليفون، ما انتش فاهمه في ايه بقى. فانا يعني مش فاهمه هو التليفون باظ ولا ايه اللي حط تن 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 تن. انت شغال على كده؟ انت لو التن دي بتبقى كل 3 4 ساعات مره في اليوم، هم خمسه اللي بيعملوا لايك. فتفتحي تلاقي كم صفحات رياضيه عامله شير للبوست، واصحابي بيتصلوا الدنيا مقلوبه. طب وانا الاكونت هم كانوا بتاع، انا فاكرهم 257 متابع، كنت مبسوط جدا يعني. كان ممكن اللي هو نتقابل في كافيه مثلا يعني، حاجه حلوه قوي. فنمت صحيت بننط بالخمسات بقى، ما شاء الله. خمسة 10 والبوست مكمل. فقلت لعل وعسى يا عم، هي ضربة حظ يعني، ما تشغلش بالك. انا بوست طلع مرة هتعيش في الدور دي يعني. عايز تفضل متواضع ومش عايز ترتبط بالحلم قوي او مش تحس ان هو بيكبر فتزعل لو ما حصلش فيه نصيب، صح هي كده؟ هي هي مش كده كمان. هي بس يعني انا بالنسبة لي حاجة اتعملت مرة مم. ممكن تكون صدفة، بس يعني ان كررتها مرة اتنين تلاتة 10، انت كده لا، انت دي بتاعتك. بس لو اتعملت مرة ما تطلعش تقول انا جامد، عشان بس نبقى متفقين. فمرة فكررت نفس الحتة برضه في بوست تاني، والتيمة بتاعت محمد صلاح ما عجبتش. فقلت تمام، هي مرة وخلاص. وكنت اتفقت مع الشركة بتاعت قطر ان انا مسافر، لكن غيرت طريقة الكتابة شوية، ابتديت اعدل حاجات، بس مش في دماغي حاجة، انا بس بكتب زي ما انا متعود ان انا اكتب، واللي قدامي يتقبل لا يتقبل تمام. بس فجأة فوجئت ان رتم الكتابة عمال يروح وينتشر، فبقت الناس تعرف اكتر، بقت الناس تتجرأ اكتر. وكنت انا كده كده دارس كتابة المحتوى، فالناس ابتدت تطلب مني كورسات، وانا يعني ما كنتش مستعد. لكن عايزين كورسات، اوكي تمام، بس انا اكاديمي، انا دارس فهرجع اذاكر. هنستناك، اوكي. كل ده والشركه قافله، والعرض بتاع قطر، يلا يا ابني. ف طب تمام. آه، الاول وتاني راوند اتعملوا طبعا بدون ذكر اسماء، لكن في انفلونسرز النهارده بيسافروا بيدوا كورسات في الخليج تقال جدا، تخطوا عدد متابعين قد يكون الستة سبعة تمانية تسعة مليون جنيه، مليون متابع عفوا. ما شاء الله. ولكن كانت بداياتهم قبل ما يتعرفوا معايا في كورس كتابة المحتوى في راوند واحد واثنين دي بالذات. فقلت تمام حلو. فاللي اتشهر منهم لقيته جايب لي فنانين، ففي برايفت كورسز بعد كده. فالعرض بتاع قطر كل ده اجي فين بقى خلاص؟ يا راجل جبرت على كده. فقلت له لا، مش انترستد. الشركه كانت انهارت تماما، ويعني سبحان الله هو الديكلايننج اللي حصل بقى بتاع الشركه ده. كان ده وقت ولادة حاجة جديدة. هي كده. فانا عشان كده انا رايي اللي جت معايا هي توفيق ربنا. رجعت اخد الفلوس واصرف على الشركه لحد لما قامت ومشي الحال بعد كده. يعني بقت شركة الترجمة كما بقى بالظبط بالتزامن قائمة مع لحد دلوقتي. اه طبعا، الحمد هاي لله. اسمها ترانسليشن بيردز. ترانسليشن بيرد. كده احنا الحمد لله بقى لنا في السوق 13 سنه. ما شاء الله، يعني بس شركة محترمة وتقيلة، ده حلو قوي الكلام ده. يعني مشي الحال الحمد لله بتاعتك يعني. كفاية ان هي بتاعت حضرتك عشان يعني الله يكرمك يا دكتور. بروفيشنال في المجال. فلو انت هتيجي في حته البيرسونال براند، هو يعني كان توفيق ربنا قبل كل شيء. ويحضرني حاجه برضو ان يعني فعلا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خير لكم. لما تيجي تحسبي فكره ان الدنيا وقعت، يعني انا لو ما كانتش الدنيا مالت معايا للدرجه ديت، ما كنتش شايف فكرت في نفسك. حته الكورسات والبيرسونال براند الكلام ده كله. وصولي في ان الفتره دي انا اصلا كنت زهقان من مجال الترجمه وحاسس مش بتاعي. ولما رحت بقى الحته بتاعت الكورسات كنت مبسوط جدا. فابتديت هاند اوفر، يعني حد تاني دخل مسك الشركه بدالي وتمام. وانا معاكم، بس انا كده يعني انا هبقى بمانج من بعيد مثلا. بالظبط بالظبط. لكن لولا الضرر اللي حصل ما كنتش لقيت نفسي خالص في الحته دي، ولا كملت. يمكن من وانا يمكن من سنه كام كانت 2021 22 4 سنين او 5 سنين. يعني نقدر نقول من قصة فشل، مش قصدي طبعا يعني هتكلم عادي، لا يا فندم، في في الفري ناس طبعا. تتضايق من الكلمة دي. اه طبعا، لا من لا قصة بالعكس خالص. فشل اتولد نجاح، سبحان الله في نفس التوقيت. اه
اللي هو شاورت الحته اللي هي نورت بتاعتنا، شاورت عليها عرفتها، هو وبقى عندي شركه الترجمه بتاعتي ما سبتهاش. هو دايما يعني ايه، يعني انا بحسبها كده. هو ربنا بيقفل لك باب، سبحان الله. فانت بتبقي عينك على الباب اللي قفل في وشك، بس ومش انت شايف ان في باب اتفتح جنبه. مش شايفه اللي فتح ورا منك، قد يكون اكبر، قد يكون رزق اوسع. لكن ده الفرق بين اللي بيلف ويشوف بقى الباب اللي ورا او بيحاول يدور حواليه هي فتحت منه فين تاني، او ربنا هيوسع عليه فين، يعني فين سبحان تاني. الله. وما بين اللي فضل يعني يشكو من حاله، والباب اللي الش- قفل وفضل قاعد مكانه والكلام ده كله. طب الشخص النيجاتيف مش هيشوف. يعني أتشكو الله إلى الله؟ يعني هل انت قاعد بتشتكي ان ربنا قفل عليك؟ طب تشتكي لمين؟ طب ما تدعي ربنا يفرجها عليك، ما تستهدى بالله وتاخد وقتك بس وتشوف. اكيد اكيد ربنا مش هينساك وفتح لك رزق في حتة تانية، وقد يظهر ولو بعد حين. قد ينتظر الله منك الدعاء، يعني يمكن اتقفلت عشان ترجع لربنا علشان تدعي فيوسع عليك بسكة اوسع. فانت قاعد مش حاسب الحسابات دي كلها، انت كل حساباتك انك في باب قفل. اه. فانا كنت وقاعد باخد 10 ناقم جنيه وساخط وباصص على النيجاتيف بس. اه انا زعلان ان ال 10 جنيه راحوا مني. طب ما فتح لك مليون في سكة تانية، بس انت يعني شوية صبر بس. طب سؤال بيتكرر كتير وبيحصل فيه لخبطه بقى في الشركات وبين الافراد نفسهم. انت كوبي رايتر، لا انت كونتنت كريتور مثلا، ايه الفرق بين الاثنين؟ وامتى اقول انا بقيت كوبي رايتر او لا انا كونتنت كريتور اكوردنج بقى للجوب ديسكريبشن نفسه. كونتنت كرييتور حاجة، او الكونتنت رايتر حاجة، الكوبي رايتر حاجة. الكوبي رايتر ده كاتب الاعلانات نفسها، امم. وده بيبقى مرتبط ارتباط وثيق بفكرة النتائج الخاصة بالمبيعات يعني. وبيبقى الكونتنت بتاعه، المحتوى بتاعه اللي بيكتبه دايما هو المحتوى الإعلاني صرف بشكل مباشر. بيبتدي ان هو يعرض لك الفيتشرز، مميزات المنتج بتاعك، مميزات خدماتك، الكلام ده كله، وبطريقة فيها اتراكشن، بطريقة جذابة جدا. ولكن في النهاية هو راجل معلن في المقام الأول يعني. ده الكوبي رايتر. كونتنت كريتور او الكونتنت رايتنج بقى، او الكونتنت رايتر كاتب المحتوى بقى، اللي هو بعيد عن ملعب الاعلانات، هو اللي بيكتب بقى الانسبيريشنال كونتنت، المحتوى التحفيزي، التعليمي، ممكن يبقى توجيهي في بعض الاحيان. اي نوع محتوى لا يحتوي على توجه بيعي ده كونتنت رايتنج. لكن الكوبي رايتنج ده معلن صرف، كاتب اعلانات مباشر. تمام، حلو جدا. اليومين دول في دخان كتير وكفته قليل، انا بقراه عشان بتلخبط ما بينهم دايما. دخان وكفته، ايوه. ازمه البيرسونال براندنج، ايه راي حضرتك فيها؟ ازمه البيرسونال براند. اه يعني دخان كتير. انا مثلا انا واحده من الناس لما بفتح والله العظيم انا بقيت اصدع، فبدخل على الفيديوز بقى اشوف اي حاجه تانية بصدع بتعب يعني بحس ان في كتير قوي وناس بتتكلم عن انجازات انا معاهم في الحته دي وكنت موجوده مثلا في لا اليوم احنا ده، احنا وده ما جزعنا من كانش كتر انجاز خلي الانجازات. بالك. لا والله هقول لحضرتك حاجه، يعني هو يعني انا اللي شايف انه لا يوجد ما يمنع ان اي حد في الدنيا يعمل بيرسونال براند، لكن بشرط انه يكون انسان صادق، يعني اه. قولا واحدا يعني. آه على قدي يعني الحمد لله يا عم، عادي، ايه المشكله؟ انا النهارده لسه خريج ولسه على الله ابيض خالص، ما فيش، عادي اطلع واعمل بيرسونال. اتعلمت حاجه صغيره وطلعت كلمت الناس عنها، ما فيش مشكله. اطلع واتكلم وقول للناس، وان شاء الله هبقى وهقف على رجلي ما فيش مشكله خالص، تتكسفش. بس اللي يكسف واللي يزعل انك ما تكونش انسان صادق في المعلومه وما تقدمها للناس، لانك في النهايه هتتورط. هتيجي النهارده تقول انا جامد في السوق، هتتزنق. تعالى تعالى تعالى، هتجيلك شغلانه على قد ما انت بتقول ان انا جامد، ولكن في النهايه هنكتشف بقى مع الشغلانه انت جامد ولا مش جامد. دي النقطه الاولى. فيعني لا يوجد ما يمنع ان اي حد في الدنيا يعمل لنفسه بيرسونال براند، عادي جدا. ما فيش يعني، هي على قدر المعلومات، وهي وسيله تسويق محترمه جدا جدا وكويسه جدا، لكن شرط استخدامها بما يناسب الحجم المعرفي وحجم القدرات والإمكانيات. لكن المأخوذ عنها واللي مخلي ان في دخان كتير وكفتة قليل، زي يعني ما حضرتك كنت لسه بتقولي، المأخوذ عنها ان الكل بيطلع يضخم ويفخم في نفسه، وانها بتحسب بعدد المتابعين. ولكن it's all about quantity not quality، يعني يعني انا quality not quantity، انا اسف. بالظبط، يعني انا مثلا لاحظت حاجه، احنا بنبقى كونسلتنت اتنين في تمام. نفس الشركه، فالمفروض احنا نبقى قصاد بعض بقى وبنقعد وميتنجز واداره وقصه كده، حضرتك بتبقى عارفها والتيم بتاعه والتيم بتاعي واحنا الاتنين بنتعاون للوصول للريزلت دي. تمام. انا بقى شايفاها على السوشيال ميديا حد ده خلاص، ده انا ده هيسهل لي طريقي. بعدين اكتشف بقى واحنا قاعدين مع بعض مثلا هو قال مثلا ان هو من سنه كذا والسنين والمجال ده سام بتاعي وعند اول ايكويشن
والله عند اول ما احنا هنكتب بالورقه والقلم، فانا ابدا. طب ليه ده؟ انا كنت من متابعينك. ينفع والله كده؟ انا هقول لحضرتك برضو على حاجه، هي الموضوع ليه علاقه بايه. هل لان احنا برضو ده احنا حاجه احنا بنقع فيها كلنا، هل هي بالاشهر على السوشيال ميديا ولا بالكواليفايد المؤهل ان هو يعمل لي شغلي؟ مع كامل احترامي والله لكل الناس اللي بتعمل بيرسونال براند وعندهم الاف المتابعين وربنا يزيد الناس كلها، يا رب. ولكن ممكن يكون شاطر على فكره ولكن غير موفق في المشروع بتاعي. فانا اللي يحكم ما بيني وما بينك حاجه واحده، ان ده شغلي على الترابيزه، هتعمله لي زي ما انا عايز ولا لا. والله قدرت خير وبركه، ما قدرتش انا لا اتخدعت فيك ولا اتغشيت فيك ولا الكلام ده انا شغلي عايزه مظبوط هتعمله مظبوط، يعني هدي لك قيمته والمقابل اللي انت ترتضيه واللي انا موافق عليه وتمام جدا. لكن ما دون ذلك عادي يعني، مشهور مش مشهور على راسنا والله، يعني انت والمتابعين المهم الشغل يمشي صح. بس هقول لك حاجه، هو دي آفة في السوق، ودي آفة مع الشير هولدر ستيك هولدرز والشير هولدرز بوجه عام في اي. لازم يبقى. هو بيعمل ايه للاسف؟ انا دلوقتي كان زمان ابعتي السي في بتاعك انت والتيم، ايوه. وكمباني بروفايل، ده المعروف، ده دلوقتي المتعارف عليه. الانستجرام اكونت او الفيسبوك. والله العظيم ده بجد، انا بقيت بجد استغرب، بقيت اتضايق. يعني انا بقيت اتضايق. حضرتك تسالني انا معايا كام مشروع، تسالني انا محققه ايه فيهم، خد رقم الاونرز في المشاريع دي. والله ده الطبيعي. عايز اقول لحضرتك الدارك سايد او الجانب السيء في حته البيرسونال براند، ان هو بيخلي الواحد برضه عنده مشكله، ان انا عندي ان اللي جاي لي ده جاي علشان خاطر انا عندي متابعين كتير، فهو بالنسبه له هو يعني ده مش رافع سقف التوقعات معايا، ده ده انا مهما اعتقد. اديله اه. مش هيرضى. ما هي دي برضه يعني لا، نقطه هو خطيره جدا في البيرسونال هو براند. قصه مش هيرضى، هي قصه انت دلوقتي بتسالني انا واحده. يعني انا واحده من الناس كرام، ما كنتش بحب اتصور خالص ولا الكاميرا دي تقرب على وشي تماما. كان لو انا بدي محاضره امشي لو في كاميرا. طبيعتي ما بحبش اتصور. ابتديت اواجه مشاكل مع مالتي ناشونال كومبانيز. ابعتي اللينكد ان، ابعتي الفيسبوك، ابعتي الانستا. يا جماعه في كومباني بروفايل. طب ابعت الشركات اللي انا يعني ماسكاها، ماسكه كيانات مثلا. طب ابعتها لك، ابعت لك رقم اونرز. لا والله ده نصا يتقال لي كده. لا حضرتك احنا عايزين الاكونتس بتاعتك. بس خلينا برضو نكون صراحة مع بعض، يعني it's a part of the game، يعني هو جزء من اللعبة دلوقتي ان السوشيال ميديا لو انا فعلا مش موجود وتقيل على الميديا، لا ده بيفرق كمان مع انفسترز تقال جدا. ده حقيقي. المصداقية الكريديبيليتي، خلينا نتفق برضو ان يقول في لي انت ناس بتسوقي ومش عارفه تسوقي لنفسك. كانت بتتقال كده. دي حسبة، والحسبة التانية ان مدى المصداقية. طب ما انا عايز اصدقك، فاصدقك ازاي؟ انا للاسف الشديد يعني مش بس فكرة مشاريع، لا أنا ببقى بحط السوشيال ميديا كبرضه نقطة من النقط اللي أنا بوزن بيها مدى الثقة للكفاءة بتاعتك للأسف الشديد. أه طبعا أنا عارف إنها مش معيار، ولكن بالنسبه يبقى لي الدخل معيار ده غريب ممتاز يعني. بصراحه. معيار. خلاص طالما تصدرتي للموضوع فخلاص. فاضطريت اعمله، يعني مثلا عملته ماشي. اضطراري. يعني اضطريت لما بقى اللي حواليا في الشركه حتى بقوا يهاجموني الشباب معايا. هو ده ياخدنا برضه لنقطة تانية، يعني اسمحي لي إن أنا أطرحها المرة دي يعني. براحتك، اسمع لك ايه، انا مبسوطه. الله يكرمك يا دكتور. في ناس مثلا يعني في منتقبات، وفي ناس ملهاش. بيتظلموا بقى. يقول لك احنا ملناش في التصوير وملناش في السوشيال، وانا لازم اطلع يعني واتصور واعمل علشان خاطر، وانا عشان اكون امين والله. يعني انا ذكرت المنتخبات كمثال، ولكن بيتظلموا. في ناس كتيره بشكل عام هي اللي بتاعت تصوير ولا بتاعت ميديا، انا بتاع شغل. ده حقيقي. اديني شغل اعمله بس ما تصدرنيش للسوشيال ميديا. انا برضو شايف ان يعني دول اتظلموا. لا بقى انا قد اختلف في النقطه دي. البيرسونال براند هو وسيله تسويقيه، ولكن يعني ما يعممش كهو اقوى وسيله تسويقيه. ما هو برضو في الايميل ماركتنج، في ان انا ابعت البروفايل لشركات. يعني اقصد ان ما يتمش اختزال النجاح في فكره ان انا لازم اعمل بيرسونال براند عشان انجح ويجي لي عملاء. لا اطلاقا، في ناس كتيره شغاله في الظل ومحدش يعرف عنهم حاجه، لا هو ناجحين جدا. مش كونسبت ان يجي لي عملاء. كونسبت حضرتك لما بتدخل او شويه لما بنقدم في الشغلانه، شغلانه الكونسلتيشن من عيوبها مثلا لا هي على ان حسب المهنه. حضرتك معاك اه تيم، معاك ناس. اه خلاص انت معاك تيم ومعاك شركات. بتبدا مثلا، انا مش هقعد طول العمر مع الشركات دي ولا صح. هم يفضلوا معايا طول العمر. فبيحصل انت بتنوع بقى، عايز تنزل بيجي لك اوفرز تانية فانت رايح. طب جالك حد يكلمك، جالك من مين؟ من علاقات بقى. يعني مثلا ابن خالتي شغال مع حضرتك، مثلا اخويا سافر بره وكان شغال معاكي من 5 سنين. لا التوتال علاقات. لان في حاله شغل الكونسلتيشن يعني بينظر برضو للانستجرام اكونت، الفيسبوك اكونت، الكلام ده كله مش بس كبيرسونال براند، كوسائل تسويقيه. يعني حضرتك لازم تكوني موجوده في الحاجات في يقول لي انت الاماكن مش موجوده ديت. على الشانل دي، فاس انت بالظبط، بتتكلمي فانت انت. بتسوقي لنفسك ازاي؟ انت ماشيه بالريكومنديشن بس، لا انت مش شاطره كفايه. ده حقيقي. دي هي بتؤخذ من المنظور ده. لكن في ناس تانية مثلا تكنيكالي، هو راجل مثلا اي تي مثلا،
ده او سوفت وير ديفلوبر، يعني مش بالظبط. شرط. وبتوع الميديا بايرز، في ناس ميديا بايرز مش ممتازين محترفين، عباقرة. ما عندوش اكونت شخصي، ما بيدوهولناش اساسا. لا عادي مفيش يعني يقول مشكلة. لك انا ليه؟ هو مكتفي بال. غيره بقى شاب صغير، انا حققت 18 مليون جنيه ب 50 جنيه من العميل ده، تلاقي يعني تلاقي ناس داخله لايكات بس. هو اصلا الكيس ستادي دي اي كلام، وانا عارفه ان لو دخلنا في ديبيت انا عارفه ان انت في جزء منه شو، وانت عارف، وبتوع الميديا بايرز عارفين، فاهم قصدي؟ طيب اللي هو تعالى وريني بقى اللي وراها بعدها هيحصل ايه. برضو الشيء بالشيء يذكر يا دكتور. الجمهور ذكي كفاية علشان خاطر يكتشف الشاطر مش من الشاطر. انا عارف ان الموضوع كان فترة من الفترات ممكن الناس يعني ايه، مش يضحك عليها، ولكن الناس يعني يحصل شيء من التدليس شوية، اللي هو لا ده جامد يا عم. بس لا، مع الوقت بقى الصغير والصغير لأقصى سنا، يعني الصغير في الشغل اللي بيلبس بدلة واسعة عليه بيبقى باين انه بيلق فيها. يعني بتبقى حلو الناس المثال ده. يعني الناس بتبقى شايفة والناس عارفة قد يتفاعلوا معاه، لكن لما نيجي لوقت قرار الشراء لا، تلاقي الناس بتتراجع، يقول لك لا مش ده اللي اشتري منه، انا تابعه. بس لما اجي اصرف فلوس ما اصرفش معاه ليه؟ لان هو بيلق جوه البدله بتاعته، هو مش مالي مركزه بالنسبه لي. طيب حضرتك كمدير، هو يعني مش السؤال ده عشان المتابعين بقى، اه بس هتجاوبني بصراحه ان انا واثقه حضرتك صريح. تمام. في الاداره صعب ولا سهل؟ يعني الاداره كمدير، غير ما حضرتك قاعد معايا كده لا بنتكلم. ما خلينا نتفق ايوه يعني، في بس انا الحته دي مش بقى. مش بقرب الناس في الشغل. بس ايه يعني، اعتقد المنظور بتاع السؤال، يعني هل نفس الكلام اللي بيبقى متشاف على السوشيال ميديا بالشكل الايجابي، انت داخل صباح الخير بتوزع كلام ايجابي طول اليوم في الشغل، ولا مش الدنيا قلت لهم ماشيه الله جمال جمال اللي موقع تاسكاته مثلا؟ اه بالظبط، لا خالص اطلاقا يعني لا الشغل الموضوع مختلف، لان الموضوع بيبقى يعني ايه كاستمايز. انت على السوشيال ميديا انت بتكلمي الناس كلها، لكن وفي الناس كلها انت بتتكلمي، بتنصحي، بتاخدي وتدي بشكل شخصي. لكن الجانب المهني الامر مختلف. كل اللي شغال معايا انا بجد والله اللي كانوا موجودين، يعني اللي موجودين دلوقتي واللي مشوا قبل كده، الناس دي كلها ليها كل الاحترام. حتى اللي انا مختلف معاه واللي مشي باختلاف انا احترمه جدا، لان انا شايف انه عمل اللي عليه وزياده دايما، واللي مشي بس عشان يعني شويه خلافات وارد انها تحصل. ف... فالجانب الانساني هو الشخصي بنتكلم بره الشغل وبنقعد وبناخد وندي، ويمكن اغلب الموظفين اللي معايا انا اعرف اسرهم بشكل شخصي كمان يعني. لكن لما بنيجي للشغل حساب لا، في حساب. وده يخليك برضه تحط الموضوع في خانة ايه، الفصل بتاع انا امتى حاسبك وامتى صاحبك. هي دي الفكرة. لكن في حساب في حساب، ولو اتساب من غير حساب ما يعملش بتبقى ما خطر يعملش شكل الحته كويس. دي، هو بيحس ان هو بيحبك على المستوى الشخصي، بس على المستوى البيزنس هي دي الفكره، الفصل بين ده للشخص نفسه. والفصل بصيغة محترمة، يعني هو مش م-م. فكرة ان انت يعني انا بشتغل عشان بحبك، لكن انت مثلا هتعترض على حاجه، لا انا هختلف معاك فمش هحبك، لا انت لا كده ما وحش. تتحسبش كده. يعني هو اه هو اللي داخل، يعني في ناس حتى كانوا معايا وفي ناس متابعين ليا على السوشيال ميديا وبعدين اشتغلوا معايا، بس بيفاجئ ان في اتيتيود مختلف شويه. انت لا، في حاجات انت فيها ايه ده، فين الطيب اللي كان على اه السوشيال ميديا؟ لا بتمسكني وبتحاسبني ولا ليه ما هو وعشان ده عشان شغل ناس بقى، ما بقاش خلاص حضرتك ملتزم قدام كوميتمنت لناس بس تانية برضو. بس طب توضيحا، هي نفس التون اللي انا بكلم حضرتك بيها هي اللي انا بشتغل بيها، يعني اللي هو احنا بنتكلم حقي وحقك بما يرضي الله، واحد اتنين تلاته، انت صح في كذا، انت غلطان في كذا. غلطان غلطان، مش غلطان. طب انت شايف ايه تمشي ازاي؟ في حاجات في عقوبات في عقوبات، في خصم في خصم، زي ما الدنيا لما بتمشي ده انا بشيلك فوق كتافي وانت عارف. والله انا اي عاجبني حاجه. جدا الاتيتيود، لان حضرتك كده اداريا ما شاء الله عليك، يعني اداري. يعني مثلا انا مش كده خالص. يعني هقول لحضرتك حاجه، السلوك العام حتى في الشغل آه، يعني بالعربي كده كل واحد ليه طريقه. يعني في اللي يشتغل في الاجازه، وقت الضغط يشتغل في الاجازه وتاخدي عينيه بكلمه، والله تكلميه بس بص احنا محتاجين نشد شويه وبتاع، لان هو ده مفتاحه. في حد تاني لا، انا لو انا هشتغل الجمعه والسبت هتديني بدلهم، وانت عارف انت هتديني، انا عارف دخلت كل واحد. فمثلا ابو حميد بقول لك ايه، هتشيلني جمعه وسبت؟ طب بص انا عارف بقى ان انت في اليوم الفلاني، ايه رايك؟ طب الخميس وجمعه، اصل انا عندي مناسبه في اليوم العلاني. طب ما تاخد بقى اربع وخميس وتلضم الاربعه مع بعض، بس هتشيلني في الوقت الفلاني.
في حد يحسبها كده، في حد، فانت لازم تبقى عارفه مفاتيح كل واحد، تتعامل مع نفسيات كل واحد الناس ازاي. ما بقولك، لا انا ايموشنال فوق الوصف، فمن كتر الايموشن دي يعني عادي حد غاب حد وقف فتحصل ايه. لا ما فعشان كده خرجت من الاداره خالص. وايموشنال مش بزنس ما هدير. ينفعش، لان في الغالب هتبص تلاقي نفسك انت بتتعاملي مع الناس بالحب قوي، صعبان جدا. عليك اللي مشي ده ممكن لو قال لي مثلا عندي ظرف حتى بشتغل مكانك وبتاع ولا. طبعا يعني اسوأ واحده في الاداره، عشان كده هم عندنا شالوا الاداره مني خالص. لا ما ينفعش انا دي الناس. لا، هي الناس يعني بص، التعامل بما يرضي الله دي احسن حاجه. اه. لو هو حاسس ان انت خايفه عليه وان انت دايما مقدراه، هيجي في وقت الضغط هيشيل. لكن لو حاسه ان انت طول الوقت على كرباج. السوشيال ميديا حاجه اه بالظبط، ومعاك وانت بالكرباج على طول فبتبقى. لا. طب احنا هنكمل عشان انا لا في سؤال تاني. بص انت وشك عامل ازاي. لا، انا مستني السؤال ده. هنكمل في حلقة تانية عشان الموضوع كبير وما مش همشيه دلوقتي. هندخل على مج شاي بلبن الحلقة الجاية. يلا باي.